المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وموئل الرسالة ومهوى أفئدة المسلمين وأرواحهم، فهي مقصد المسلمين في قضاياهم الحساسة والمصيرية. وعلى أرضها اصطلح فرقاء السياسة، والتقى دعاة وعلماء المسلمين، ومن نبع خيرها استقى أهل الحاجة والفقر، وإليها فر المروعون الهاربون بدينهم من الفتن. ولا يزال المواطن السعودي يزور بلدان العالم العربي والإسلامي، فيجد التقدير والاحترام والثناء، حتى غدا الشعب السعودي مضربا للمثل وأنموذجا للاحتذاء ومعقدا للآمال. فانتشرت الدعوة الإسلامية بالغة أصقاع العالم، ليكون اسم هذه الدولة مرتبطا بالإسلام كما كانت نشأتها الأولى، فصارت معالم المساجد ومعاهد العلم ودور الخير والإحسان حول العالم دالة على هذا البلد الذي يملك رصيده في قلوب الملايين من أبناء الأمة. غير أن هناك محاولة جادة اليوم من قبل إيران والطائفة الشيعية الموالية لها تسعى لنزع هذه المكانة من هذه الدولة بباعث من العداء العقدي والحقد التاريخي والتعصب الطائفي، مستغلة في ذلك أجواء انعكاسات أحداث 11 من سبتمبر وما تبعها من هوج أمريكي أراد أن ينتقم من الأمة جمعاء في مقابل فعل أفراد معدودين. لا وزر للأمة في تحمل تبعات أعمالهم، فكانت إيران رديف الاحتلال الأمريكي في أفغانستان ثم في العراق، وها هي تخطط على لبنان، وما زالت جهودها قائمة في الالتفاف على بلاد الحرمين من جهة اليمن. إن موقع هذه البلاد المتميز في قلب العالم الإسلامي والعربي، بل في قلب العالم القديم وملتقى القارات، واحتضانها الحرمين الشريفين وتفجر أرضها بالخيرات مصداقا لوعد الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، مع ما سبق أن ذكرنا من جليل أعمالها وعظيم دورها وعلو مكانتها. حري بهذا كله أن يعيد لهذه البلاد دورها الريادي في قضايا العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القدس الشريف، مساندة للمستضعفين من أهل السنة في العالم العربي والإسلامي، حتى لا يتم إعادة تخطيط المنطقة في ظل عجزها أو تغييبها من أعدائها والمتربصين بها. ولا يمكن لهذا الدور أن تشغله أي دولة عربية سنية أخرى. وما لم تحافظ المملكة على حزامها الإقليمي الآمن، فإن كثرة اشتعال الحريق في الجوار مؤذن بتهديد الداخل وفتح الشهية للمتربصين للعبث بأمن البلاد وإدخالها في دوامة من العنف أو فرض حصار سياسي على حراكها مستقبلا، مما يعني إرجاعها إلى خانة التابعين لا المتبوعين والمتأثرين وليس الفاعلين. المملكة والدائرة الشيعية. تعيش المملكة العربية السعودية في جوار عدد من الدول العربية التي يسكنها طائفة من الشيعة، على اختلاف في نسبهم وتأثيرهم ومدى ما قد يشكلونه من خطورة. فاليمن التي تجاور المملكة من جهة الجنوب على حدود تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، تضم في تركيبتها السكانية طائفة الزيدية، وهي طائفة بدأ يتغلغل المذهب الشيعي الاثني عشري إليها بشكل كبير، حتى استطاع هذا المذهب تشكيل تنظيمات عسكرية تعتمد على المبدأ الطائفي. وقد دخل هذا التيار الجارف في مواجهة مسلحة مع الدولة خلال عامي 2004 و2005، وكان للخطاب الطائفي حضور كبير خلال الأزمة التي أبدت أبعاد التغلغل الشيعي في أبناء هذه الطائفة. وفي حين يقدر الزيدية في اليمن بنسبة 30% من عدد السكان، إلا أن القبائل الزيدية من أشرس القبائل وأكثرها عصبية ونعرة، مع ما لها من مكانة سياسية لا تزال تحافظ عليها وقدرة اقتصادية تتنامى مع الوقت، وهذا ما يجعلها تطمح لاستعادة الحكم الإمامي في مقابل الحكم الجمهوري القائم.
وقد أثبتت أحداث تمرد الحوثي أبعاد التواصل والتنسيق القائم بين أبناء الطائفة الشيعية في إيران والعراق ولبنان والبحرين والكويت والسعودية، حيث توافدت الخبرات والعناصر التدريبية وتدفق المال والسند الإعلامي لحركة التمرد. والوضع حتى الآن لا يزال قابلا للانفجار، حيث أن المعالجة العسكرية الأمنية لم تستطع إغلاق الملف المسنود إلى البعد الديني والطائفي، وهو ما يحتاج إلى جهد ثقافي ودعوي في أوساط هذه التجمعات. عمان. لا توجد في عمان أقلية شيعية بالمعنى الاصطلاحي، إلا أن هناك وجودا ترعاه إيران وتتصل به، وهو يحظى بحضور في الوظائف الحكومية والساحة الاقتصادية. والوجود الشيعي في سلطنة عمان قديم رغم قلته، ومن أشهر جماعات الشيعة اللواتية، وهم من أثرى طبقات المجتمع العماني، ويتولون كثيرا من المناصب الحكومية، كما أن كبار التجار من اللواتية أيضا، وهم يسيطرون على أجزاء مهمة من أسواق مسقط، وقد حقق وضعها المالي مكانة متميزة في الوضع الاجتماعي والتعليمي والوظيفي. ولهذه الجماعة اتصالاتها الطائفية بشيعة إيران والعراق والهند والبحرين. وفي العموم فإن المصادر تذكر أن هناك عمل مؤسسي بدأ يظهر لهذه الطائفة من حسينيات ومؤسسات خيرية ومعاهد وغيرها. وعلى الرغم من قلة عدد الشيعة في عمان، إلا أنهم يأتون على رأس الهرم الاقتصادي في هذه البلاد، فكثير منهم يمتلك مشروعات صناعية وتجارية واقتصادية كبيرة، ويساهم الشيعة في كثير من المشروعات القومية العملاقة. ويعد اختيار وزير التجارة والصناعة من بين الشيعة دليلا على أهمية دورهم في اقتصاد البلاد. ويعد الشيعة إحدى القوى الفاعلة والمؤثرة في المجتمع العماني، ويتمتع زعماء المجتمع الشيعي بنفوذ كبير في سوق العمل والاقتصاد والصناعة. الإمارات العربية المتحدة. توجد في الإمارات العربية المتحدة أقلية شيعية من أصول عربية وغير عربية، إلا أنه لا يعرف بالدقة نسبة هذه الطائفة إلى مجموع سكان الإمارات في العموم، وهم يشتغلون بالتجارة والاستثمارات المالية وامتلاك العقارات، ولديهم بعض الحسينيات التي تقام فيها شعائرهم الدينية وطقوس الاحتفالات الطائفية. وتشهد الإمارات مؤخرا تواصلا دؤوبا بين هذه التجمعات وبعدها الإقليمي، وزيارات متبادلة مع شخصيات رسمية في إيران، وهناك جهود تبذل لاختراق البيئة السنية وتوسيع دائرة الحضور الشيعي في البلاد. ويوجد في الإمارات اليوم عدد من العاملين والمقيمين من غير أبناء الإمارات، من الملتحقين بوظائف في المؤسسات الحكومية والأهلية والتجارية وذوي العقود التجارية والمستثمرين والسواح، من إيران والعراق والشام والهند، جميعهم من الشيعة، ولديهم تواصلهم مع دولهم ومراجعهم الدينية وروح المحافظة على هويتهم العرقية. وتشير المصادر بأن الكثير من رؤوس الأموال الشيعية تسعى إلى تكريس الحضور الشيعي الأجنبي في الوقت الذي بدأت فيه مطالب عدد كبير من المقيمين في الإمارات من الأقدمين والمالكين لعدد من الأموال والمصالح والعقارات لتجنيسهم واستصدار قانون خاص بذلك، وهو ما يعني مستقبلا تغيير التركيبة الديمغرافية في الإمارات. وقد يصل الشيعة إلى تحقيق هذه المطالب في ظل الاستثمار الهائل الذي يتدفق من خلالهم والحضور الواسع الملحوظ لهم في الأعمال والتجارة والمجتمع. قطر. الوجود الشيعي في قطر يكاد لا يذكر نظرا لمحدوديته، فهو لا يصل إلى نسبة 1%، إلا أن الأخطر من ذلك هو الحضور الشيعي في قطر من خلال قناة الجزيرة، التي باتت اليوم من أقوى المحطات الفضائية العالمية وتستقطب الملايين من الجماهير العربية. وقد تابع الجميع موقفها من حرب لبنان الأخيرة وتغطيتها للأحداث وتحليلها وحديثها عن الحدث وأبعاده، وكان واضحا لكل المدركين بأن هناك اختراقا واقعا القناة التي فضلت حكومة المملكة مقاطعتها في السابق، في حين تلقفتها القوى المعادية لها وغرست في ثناياها بذورا إعلامية. وخطورة الوجود الشيعي في الإعلام لا يتمثل في قناة الجزيرة فحسب، بل يتجاوزها إلى القنوات الفضائية لأبو ظبي ودبي الإماراتيتين وقناة العربية كذلك، حيث تغلغلت الكوادر الشامية المنتمية إلى الطائفة الشيعية من اختراق هذه المؤسسات في إطار العمل الإعلامي. البحرين.
البحرين أصغر دول الخليج مساحة وأكثرها تأثرا بمسألة الوجود الشيعي لاعتبارين: الأول كثافة الوجود الشيعي بها، فهو يتجاوز نصف سكان البلد أو قريبا منه، والثاني لموقعها القريب من إيران. وقد لعب الوجود الشيعي في دولة البحرين دورا خطيرا في رسم أحداث هذا البلد منذ عهد طويل، فقد وقعت صدامات عنف دموية وأعمال شغب وتخريب ومحاولات ثورة شعبية لقلب الحكم والمطالبة بإلغاء النظام الأميري واقتفاء النموذج الإيراني. وقد دأب الشيعة على الحديث عن نسبتهم في المجتمع البحريني بلغة طائفية، وأنهم يشكلون نسبة 60 إلى 65%، في حين يعتبرون أن الوجود السني العربي طارئا ووافدا، وهم في الغالب منقسمون حول نظرتهم للسلطة ومشاركتهم في العملية الانتخابية التي انطلقت بوصول أمير البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلفا لوالده. فهناك طائفة تقف إلى جانب العائلة الحاكمة، وهي قلة منبوذة من الشيعة، والغالب منهم رافض للوضع ومنقسم في سبل معالجته بين تفعيل المشاركة السياسية وبين المطالبة بإصلاحات أوسع يعطى بموجبها الشيعة حقوقهم كأكثرية. والصنف الثالث منهم لا يزال يعتبر النظام القائم وهابيا ظالما جائرا، وأنه معادي للطائفة الشيعية مضطهد لها، كما أنه لا يزال يعتبر قتلاه الذين سقطوا في المواجهات المسلحة مع الدولة شهداء، ويرى في آل خليفة غرباء عن أرض البحرين وغاصبين لها منذ أن قدموا من نجد لاحتلالها، فهم والاحتلال البريطاني سواء. وللشيعة البحرينيين اليوم تمثيل في المجلس النيابي وحضور في المجلس الوزاري والديوان الأميري وعدد من وظائف الدولة. ومن أبرز الذين تقلدوا المناصب الوزارية مجيد العلوي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد علي الستري وزير شؤون البلديات، وكان قبلها مديرا للأوقاف الجعفرية، وخليل حسن وزير الصحة، وعبد الحسين ميرزا وهو أول وزير بحريني من أصل إيراني، وهم يسعون لتحقيق المزيد من المكاسب والحضور السياسي. قد بدأت تنتشر حسينياتهم ومكاتبهم ومؤسساتهم الاجتماعية ومراكزهم التعليمية في أنحاء البحرين، كما بدا لهم حضور إعلامي كبير عبر القنوات الشيعية في الخارج ووسائل الإعلام المختلفة، وهم يعربون في مواقع الإنترنت الخاصة بهم عن مساندتهم لشيعة العراق ولبنان وما يقومون به من مجازر على أهل السنة، متهجمين في الوقت ذاته على أنظمة دول الخليج وداعين إلى إطاحتها، كما أطيح بالرئيس العراقي صدام حسين. الكويت يمثل شيعة الكويت في بعض التقديرات 5 السكان، وغالبيتهم من المهاجرين الإيرانيين القدامى الذين استطاعوا الاستيطان والحصول على الجنسية، وهم يحتلون مواقع مهمة في النسيج الاجتماعي، فهم يمثلون قوة طائفية فاعلة في الواقع الاقتصادي والسياسي، وإن كانوا لا يبدون مواقف معلنة مراعاة لمصالحهم ومكاسبهم التي حققوها خلال الفترة السابقة. وهم اليوم يمتلكون وسائل إعلام متعددة كقنوات فضائية ومؤسسات صحفية، ويتركز معظمهم في مدينة الكويت والمناطق المجاورة لها، ويؤمن عدد منهم من تياراتهم الدينية بمبدأ ولاية الفقيه، لذا فهم يرون في القيادة الإيرانية مرجعا دينيا وسياسيا لهم دون انفكاك، وهم يمثلون بذلك أخطر مكونات الشيعة الكويتيين على أمنها، نظرا لولائهم غير الخفي لهذه المرجعية، وإن أبدوا تقية عن وطنيتهم. ويعزز شيعة الكويت من وجودهم وحضورهم السياسي من خلال تقلدهم لمناصب الدولة ومشاركتهم في الانتخابات وتأسيسهم للتنظيمات السياسية ذات الغطاء الثقافي أو الاجتماعي، وهم حريصون من جهة أخرى كما في بقية بلدان الخليج على ممارسة تجارة وامتلاك فرص الاستثمار واحتكارها وتعزيز نفوذهم الاقتصادي من خلال شبكة من العلاقات، كما أنهم يبذلون في سبيل طباعة كتبهم ومنشوراتهم وإنشاء المواقع الإلكترونية وإصدار المواد الإعلامية السمعية والبصرية لنشر مذهبهم وأفكارهم ورؤاهم السياسية وشحذ عواطف جماهيرهم داخل الكويت وخارجها، كما يعملون جاهدين للحفاظ على هويتهم المذهبية وإبراز شعائرهم البدعية وإقامة المؤسسات المختلفة خدمة لأبناء طائفتهم، كل ذلك في سبيل تجنيد أبناء الطائفة للمذهب وخدمة للمصالح والأهداف الاستراتيجية في الداخل والمنطقة عموما.
ويعد شيعة الكويت شريانا ممولا لأبناء الطائفة في مناطق مختلفة من الخليج، نظرا لثرائهم وعلاقاتهم الممتدة عبر شبكة من المراكز الاقتصادية، كما بين تمرد الحوثي هذا الأمر بجلاء. ونشط شيعة الكويت في كافة المجالات الدينية والثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، فبادروا إلى إنشاء المساجد والحسينيات والمدارس والجمعيات والهيئات وطبع الكتب وإصدار المجلات. ولم يعد سقف مطالبهم منخفضا كما هو عليه سابقا، وبات من المألوف أن تطالب الأقلية الشيعية في الكويت بما يخالف ما عليه الأكثرية السنية في هذا البلد، وأن ترفع سقف مطالبها كلما سنحت فرصة مواتية. العراق. شاركت إيران في إسقاط بغداد لعدة اعتبارات: أولا، انتقاما لحرب ال8 سنوات التي خاضتها مع نظام حزب البعث هناك، وثانيا، سعيا وراء اقتسام المكاسب التي سيتمتع بها المحتلون ومن يقف خلفهم، وثالثا، إطلاقا للقوى الشيعية في العراق وبالأخص منها الموالية لإيران، وإدخال العراق في دائرة النفوذ الشيعي، مما يعزز من الحضور الإقليمي لهذه الطائفة ودولة إيران خاصة. وقد ساعد الاحتلال الأنجلو أمريكي الشيعة للوصول إلى السلطة وتسليمهم الملف العسكري والأمني في البلد، وإطلاق أياديهم في تصفية الوجود السني العربي والقضاء على المقاومة. وقد كان إعلان رئيس هيئة علماء المسلمين عن مقتل 200,000 سني على يد الاحتلال والميليشيات الشيعية في العراق بمثابة دق ناقوس الخطر في المنطقة، نظرا لما قد تصل إليه الأمور مستقبلا بعد التقتيل والتهجير والنفي في بلد يتجاوز فيه السنة نصف السكان على أقل تقدير. الدائرة والمشنقة. بهذا العرض الموجز والمختصر يتضح أن هناك حلقة تنسج حبالها يراد منها لف المشنقة على عنق الدولة المركز في هذه القائمة، ألا وهي بلاد الحرمين الشريفين. يقول حمزة الحسن المعارض الشيعي السعودي المقيم في لندن ورئيس تحرير مجلة شؤون سعودية: إن الخارج الشيعي سواء أكان في إيران أم في العراق أم في لبنان والبحرين سيلعب دورا في بلورة الشخصية الشيعية السعودية سيكولوجيا وسياسيا ودينيا. ولا يخفى أن زيادة عدد الشيعة في الخليج عامة كان بسبب الهجرة الإيرانية القديمة إلى بلدان الخليج أثناء الحكم البريطاني في ظل غفلة أهلها وتساهل شيوخ الخليج. واليوم تشكل العمالة الشيعية الوافدة من الشام والعراق وإيران ورؤوس الأموال والمشاريع الاقتصادية الضخمة والسياحة المتبادلة عاملا قويا في تعزيز الحضور الشيعي في المنطقة وتوسيع دائرة نفوذه شيئا فشيئا وترتيب أوضاعه على الصعيدين المحلي والإقليمي من خلال توزيع الأدوار وتبادلها، في حين انشغال دول الخليج يتجه إلى قضايا بعضها مهم وضروري وكثير منها بعيد عن معالجة الوضع. ماذا تريد إيران من دول الخليج؟ قليل من يطعم الأسماك لوجه الله. شهدت العلاقات الخليجية الإيرانية في الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة، بدءا من حالة الانفتاح والتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين والدخول في مشاريع مشتركة كمشاريع نقل المياه من إيران إلى الكويت وقطر، مرورا بتوقيع بعض الاتفاقيات الأمنية وغيرها، ومنها الاتفاقية الأمنية بين الرياض وطهران، إضافة للزيارات الرسمية المتبادلة بين الطرفين على مستوى قيادات رفيعة ورؤساء الدول. وفي حين كانت تهدف دول الخليج من تحسين علاقاتها بإيران إلى نزع فتيل اشتعال المنطقة والحفاظ على استقرار الأمن فيها، فإن الظاهر أن إيران كانت تتحرك بنوايا مختلفة تماما، مراعية عامل التخطيط الهادئ والجهد المنظم ودور الظروف المحيطة وتأثير الزمن في مجريات الأمور. فهي لا تزال تمسك بكافة الأوراق الحساسة بأيديها، بدءا بالعراق وجزر الإمارات الثلاث وتطوير قدراتها لإنتاج السلاح النووي وتعزيز كفاءتها الحربية وقدراتها القتالية. فلم يكن مستغربا تهديد إيران لقطر بتوجيه أول ضربة عسكرية لها في حال هوجمت من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن برنامجها النووي. لقد مثلت المناورات العسكرية الإيرانية في أبريل عام 2008 للميلاد، والتي شاركت فيها أنواع الوحدات العسكرية المختلفة برية وبحرية وجوية، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة
الفاتحة المطورة منها والحديثة، وشملت مناطق محاذية لبحر عمان والقريبة من مضيق هرمز والشواطئ المقابلة لدول الخليج، مع الإعلان عن تصنيع أسلحة أكثر بعدا وتطورا سواء على نطاق الجو أو البحر. لقد مثلت رسالة إلى دول الخليج التي قابلت هذا التحرك بتحرك موازن في جانب التسلح، مع إغفال الدور الأهم في مجال مواجهة الغزو الثقافي والفكري والتحرك التنظيمي والحزبي داخل صفوف أبناء الخليج من أبناء الطائفة الشيعية. الشيعة والطعن في خاصرة بلاد الحرمين. إن الحديث عن الشيعة في الوقت الراهن بات ملحا في ضوء الواقع المحلي والدولي والحراك الشيعي في المنطقة، فمما لا يخفى على أحد أن ثورة الخميني في إيران غيرت من رؤية الشيعة لمبدأ إقامتهم للدولة الإسلامية بمطلع الإمام الثاني عشر المنتظر من السرداب إلى إقامتها على الفور على أساس مبدأ ولاية الفقيه التي ظهرت في أوساط المتأخرين من الشيعة، وعلى أساسها تزعم الخميني الثورة الشيعية في إيران. ولم يكن شيعة المملكة مع اندلاع ثورة الخميني بعيدين عن أصدائها، خاصة وأن العديد من الزعامات والمرجعيات الشيعية في الأحساء والقطيف وربما غيرها من المناطق تلقت المذهب في الحوزات الدينية في كل من النجف وقم، كما أن عددا من أبناء المنطقة الخليجية ومنها السعودية شاركوا في دعم الثورة وتزويدها بالمال والأفراد. وقد قام شيعة المملكة بعدة ثورات ومظاهرات وأعمال عنف وأخرى تخريبية بتوجيه من الداخل أو الخارج، تعاطفا مع الثورة الإيرانية واقتداء بها. وقد تطلب ذلك من حكومة المملكة عدة معالجات على الصعيد الأمني والعسكري. تاريخ الشيعة في المملكة. لم يتميز تاريخ الشيعة في المملكة بنوع من العلاقات الحميمية المتبادلة، فقد رأى الشيعة في دولة المملكة نظاما ظالما واضطهادا غاشما وأئمة جائرين، ولم يخفوا رغبتهم منذ البداية في استقلالهم عن هذه الدولة في إدارة شؤونهم الخاصة وفي الحفاظ على خصوصيتهم الاجتماعية كطائفة منغلقة على ذاتها. وأبدوا عقب قيام الثورة الإيرانية محاولة رفضهم للنظام السعودي ومحاولة ثورتهم عليه. ومن أبناء الطائفة الشيعية تشكل عصب التنظيمات والحركات السياسية السرية التي شهدتها المملكة قومية وشيوعية، إلا أن الدولة واجهت هذه التنظيمات قامت بحلها ومعاقبة المتزعمين لها، وظلت الاضطرابات والمصادمات بين شيعة المنطقة الشرقية والسلطات السعودية في أعوام 1953 و1970 و1978 للميلاد. نظرتهم السياسية. يعلن الشيعة اليوم عن مطالب تبدو في الوهلة الأولى أنها حق في مقابل أعمال العنف والأفعال التخريبية التي سبق لهم القيام بها في الحرم وغيره، وهذه المطالب تشكل جرأة غير معهودة من أبناء هذه الطائفة لولا تغير أوضاع المنطقة وظروفها السياسية. ففي 30 من أبريل عام 2003 للميلاد وجه عدد من مرجعيات وقيادات ومثقفي الشيعة من أهل المنطقة الشرقية عريضة لخادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في حينه، ووقع عليها 450 شخصا تتضمن ما أسماه الموقعون التناصح والتضامن. وهذه العريضة تعبر في الحقيقة عن عدة أمور: تحرك الشيعة على صعيد الساحة المحلية بشكل بارز وبلغة جريئة توحي بموجة التناغم القائمة بين مكونات الشيعة في المنطقة، أن هذا التحرك يستند إلى معطيات الظروف الإقليمية ومطالب الإصلاح الغربية وما يشار إليه بمصطلحات المواطنة والحريات والحقوق التي يتستر من ورائها لتمرير المخططات المذهبية المحضة والبعيدة كل البعد عن روح المواطنة الإسلامية الحقة. أن العريضة المقدمة تنحو في منحى توسيع دائرة المطالب ورفع سقفها العام لتشمل الجوانب السياسية والدينية والثقافية والأمنية، والتي لم تمارسها حكومة المملكة على أتباع هذا التيار المذهبي المتعصب من فراغ وسوء مقصد، بقدر ما هي رؤية دينية وتاريخية وخبرة لعشرات السنوات التي أثبتت تهديد هذه الطائفة لأمن هذا البلد الأمين من واقع كراهيتهم للمجتمع الذي تأسس فيه على دعوة التوحيد التي أرساها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وحمل رايتها الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. كما أن توقيت هذه العريضة وخطابها عما قد يهدد الوحدة الوطنية
والأمن الاجتماعي يوحي بطبيعة التحركات التي قد تشهدها الساحة في حال رفضت هذه المطالب. حاول الخطاب الشيعي أن يدغدغ آمال القيادة السياسية بشأن صدق ولائهم لهذه البلاد ولقادتها ومصالحها من خلال كيل المديح الذي لا يستنكفون عنه تقية وضحكا على الآخرين، مع محاولة دق إسفين العداء بين الحكومة من جهة ومؤسساتها الدينية والتعليمية والدعوية التي شاركت بحق في بناء هذه الدولة وخدمة مصالحها ورعاية شؤونها وتوحيد لحمتها لعشرات السنين. إن مواقع الشيعة تهاجم حكومة المملكة في كثير من مواضيعها المكتوبة وتعتبرها كما في البحرين حكومة ظلم وجور واضطهاد، وهي توصم في أدبياتهم بأنها وهابية، والوهابية في نظر الشيعة نواصب كفرة. إن المطالب السابقة مهما سعت حكومة خادم الحرمين في تلبيتها لهذه الطائفة لن تلبي رغباتها وطموحها المعلن عنه في المنطقة، والذي أصبح ثقافة تغذي الأتباع في العراق ولبنان والبحرين واليمن وكذلك السعودية، لا لشيء سوى لأن المنطلقات العقائدية لهذه الطائفة لا تلتقي مطلقا مع معتقدات أنظمة وشعوب هذه الدول السنية. وخير دليل على ذلك تلك العمالة البينة التي شارك بها شيعة العراق لإسقاط نظام العراق الحاكم وإزاحة الأغلبية السنية عن الحكم وعن الجيش وقوى الأمن الداخلي وتقلد الوزارات السيادية والمهمة في حكومات الاحتلال المتعاقبة. وقد كان مدهشا تخلي القيادات والمرجعيات الشيعية عن الحضور إلى الحرم المكي لأجل حضور مؤتمر الوفاق بين طوائف العراق، والذي لم يشارك فيه سوى عموم السنة. الشيعة والهدف المنشود. إن الحراك الفاعل والحضور القوي لرموز الشيعة على الصعيد السياسي والإعلامي مؤخرا ليس إلا خطوة نحو الهدف المنشود، والذي ستتأتى أكله في القريب طالما غابت السياسة الواعية في حل هذا الملف الشائك. ومما ينبغي التأكيد عليه هنا أن المناطق التي يقطنها الشيعة في المملكة لها حساسيتها الجيوسياسية، وذلك في المنطقة الشرقية التي تعد أكبر مخزون نفطي في العالم، وكذلك حساسيتها الدينية، ويتمثل ذلك في المدينة المنورة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المنطقة الشرقية من حيث كثافة الوجود الشيعي. وهذا يعني أن تمكنهم من هاتين المنطقتين يؤدي إلى قلب الخارطة الجغرافية والسكانية والاقتصادية للعالم العربي بأكمله، وهو ما يستقيم مع الخارطة المنشورة في أحد أعداد مجلة القوات المسلحة الأمريكية، والذي يرسم مستقبلا للمنطقة يقوم على إعادة هيكلة الشرق الأوسط. الشيعة ومخالفة المسلمين في بلاد الحرمين تميزا بعقائدهم. ومن المظاهر التي يحاول الشيعة إبرازها طقوسهم أثناء زيارة المدينة المنورة في المسجد النبوي وما جاوره من المعالم الأثرية، وهي محاولات تستهدف تطبيع هذه الممارسات ليتسنى لهم مع الوقت الدعوة إليها وطلب إنشاء المرافق والخدمات لأجلها. ومن المؤسف أن هؤلاء الزوار من الشيعة يخالفون المسلمين في أوقات الصلاة، فلا يصلون مع أئمة الحرم، كما أنهم يظهرون الأدعية والوسائل الشركية ويضللون بها عامة الناس. وهم يحاولون أيضا عرض زواج المتعة ممن يرغب على سبيل ترويج مذهبهم والتأثير على العامة في البقاع المقدسة، مما يفتح باب الفساد على الناس. وعوضا عن ذلك لم يكتف الشيعة في بلاد الحرمين بإظهار طقوسهم فحسب، بل ذهبوا إلى الدعوة إلى مذهبهم ونشر عقائدهم. ومن وسائلهم في ذلك أولا توزيع الكتب وإلصاق النشرات وتوزيع المطويات في مواسم الحج والعمرة واستغلال الفنادق في دعوة الناس إليهم. ثانيا إقامة المحاضرات إما في حسينياتهم أو أماكن تجمعاتهم أو مساكنهم مع الإعلان عنها ودعوة الناس لها. ثالثا إقامة حلق الدرس في المساجد، فقد لوحظ جلوسهم في مسجد قباء والقبلتين بأوقات طويلة لتنفيذ نوع من التطبيع المذهبي وانتهاج سياسة الرضا بالأمر الواقع. رابعا الارتباط الاجتماعي من خلال تزويجهم للآخرين أو التزوج منهم، وذلك مع العامة الجهلة. خامسا استغلال الفتيات في ذلك. سادسا تعميم الصور الخاصة بمرجعياتهم ورموزهم وشعاراتهم بحيث يتم التطبيع لها اجتماعيا. التعاون بين الشيعة والخارج الأجنبي. لقد سعى شيعة المملكة ممثلين في حزب الله الحجاز بكل ما أوتوا إلى توطيد علاقتهم بالحركات والأحزاب والجماعات الضاغطة في أوروبا وأمريكا، وكانت تربطه بالجمعيات اليهودية العالمية أشد الروابط، إلى الدرجة التي كانت بعض
جماعات الضغط اليهودية تسير حملات التبرع من أجل ذلك الحزب المعارض، ومن خلال علاقات حزب الله الحجاز بالمنظمات الحقوقية والإعلامية في أمريكا وأوروبا، ومن خلال علاقاته وروابطه مع جماعات الضغط اليهودية والمسيحية، استطاع أن يسبب الحرج للسعودية، حيث أصبحت تقارير الحزب هي التي تنشر في الإعلام الأمريكي، وهي التي تمثل الواجهة الحقيقية بزعمهم عن السعودية. الشيعة والتغيير الديمغرافي في المملكة. يسعى الشيعة لتحقيق نسبة وجود أكبر، في حين تتحدث مصادرهم عن نسبة عالية لهم في دول الخليج في سبيل تضليل الرأي العام، حيث لا يوجد في أغلب هذه البلدان تعداد سكاني وفقا للانتماء الطائفي. وفي دراسة صادرة عن مركز راند الأمريكي جعلهم 5%، بينما بالغت بعض المصادر الشيعية حتى أوصلتهم إلى 15%، وهذا خطأ محض، لأننا إذا نظرنا للموضوع من زاوية علمية سنجد أن الشيعة يتركزون في المنطقة الشرقية من المملكة، ومنهم أعداد محدودة في المدينة وبعض القرى التابعة لها، وحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد جميع سكان المنطقة الشرقية يبلغ ما نسبته 15% من سكان المملكة. كما أن المنطقة الشرقية تعد من مناطق الكثافة المنخفضة جدا، وفيها تقل الكثافة عن شخصين لكل كيلو متر مربع. ونحن نعلم أن تواجد الشيعة في الشرقية يتركز في أجزاء من محافظة القطيف، وفي أجزاء من محافظة الأحساء، وبعض القرى والهجر التابعة لهما. أما سائر مدن ومحافظات المنطقة الشرقية فهي سنية وفيها بعض الشيعة، وعلى هذا فالشيعة حسب أعلى التقديرات والتي تروج لها المصادر الشيعية أنه 15%. فإذا قارنا هذه النسبة بمجمل نسبة المنطقة الشرقية لسكان المملكة تصبح نسبة الشيعة 2.25% تقريبا من سكان المملكة، وهذا قريب من النسبة التي تقدمت. أما لو نظرنا بحسب تقديرات أخرى فالشيعة في الشرقية يمثلون 10% من سكان الشرقية، وهذا يعني أنه بالنسبة لسكان المملكة لا يزيدون عن 1.5%. أما الشيعة في المدينة المنورة فلم نجد إحصائية رسمية ولا تقديرية علمية لهم، لكن يمكننا استنتاج نسبة تقديرية بناء على المعطيات الديمغرافية الواقعية بالأسلوب العلمي. فالشيعة في المدينة يتركزون في 4 أحياء صغيرة وقديمة: حي الشريبات، الجزء الجنوبي الشرقي من حي العوالي، الجزء الشرقي من الحي الواقع جنوب مسجد قباء، حارة النخاولة. وأكثر تلك الأحياء كثافة شيعية هي ما يسمى حارة النخاولة، وهي منطقة صغيرة تقع جنوب المسجد النبوي، وعدد أحياء المدينة 110 أحياء. ولو حسبنا نسبة مساحة تلك الأماكن ال4 مجتمعة إلى نسبة مساحة أحياء المدينة لوجدنا أنها تمثل ما نسبته 3.63%. وإذا علمنا أن المدينة من مناطق الكثافة المنخفضة، وأضفنا لذلك أن تلك الأحياء ال4 يسكنها شيعة وسنة، إلا أن نسبة الشيعة أكثر، وعلى ذلك فلا يتجاوز عدد سكان تلك الأحياء من الشيعة 25,000 نسمة على أعلى تقدير، وهو يمثل ما نسبته 2.3% من سكان المدينة المنورة البالغ عددهم حسب الإحصاءات الرسمية لعام 1425 للهجرة 1,047,000 نسمة، منهم 314,100 من غير السعوديين. أما قرية أبو ضباع وهي إحدى القرى التابعة لمنطقة وادي الفرع، والذي يبلغ عدد سكانه بموجب الإحصاءات الرسمية لعام 1425 للهجرة 21,157 نسمة، ويبلغ عدد سكان القرية 4,289 نسمة، وأغلبهم شيعة. فإذا أضفنا نسبة شيعة المدينة مع شيعة المنطقة الشرقية فقد تصل نسبة الشيعة في السعودية إلى 2% من مجمل عدد السكان السعوديين، وهذا أقرب للواقع المشاهد. وهم يسعون جاهدين لتكثيف وجودهم في المدن الرئيسية وتكثير نسلهم واعتمادهم على الأعمال الحرة والتجارة والاستثمار، ويعملون غالبا على إيفاد العمالة الشيعية، كما أنهم يكثفون وجودهم السكني في أحياء معينة من خلال امتلاك العقارات بها أو من خلال الاستئجار، مع محاولة منع غيرهم من التملك فيها أو السكن معهم. وهم يريدون من وراء ذلك تأمين مناطقهم السكنية وجعلها قلاعا مغلقة أمام المجتمع أو أجهزة الدولة إذا تطلب الأمر.
كما هو الحال في العراق ولبنان أيضا، وهم يدينون بالعداء الشديد لهذه البلاد وحكامها، لذا قاموا بالثورات والمظاهرات. ومن المعلوم ما قاموا به من ثورات في المنطقة الشرقية، والتي كان من أكبرها ثورة عام 1400 للهجرة، وكذلك ما قاموا به من ثورة مسلحة وفوضى مسلحة في موسم حج عام 1407 للهجرة، والتفجيرات الخطيرة عند المسجد الحرام في مكة المكرمة أثناء حج عام 1409 للهجرة، وحادثة نفق المعيصم عام 1410 للهجرة، وحادثة تفجير الخبر عام 1417 للهجرة وغيرها. ومن ذلك أعمال العنف والشغب التي قاموا بها عام 1413 للهجرة عند الثانوية الصناعية في المدينة المنورة، فتصدى لهم المواطنون. وقد لوحظ قيامهم في الشرقية خصوصا بمحاولات الاحتكاك بالمواطنين واستفزازهم بترديد بعض العبارات التي تدل على مذهبهم الباطل في الأسواق والأماكن العامة للدخول في مواجهات مع الأطراف الأخرى، كما ظهر واضحا في الأحداث الأخيرة في المدينة المنورة في صفر عام 1430 للهجرة، والتي استمرت 3 أيام، وتمثلت في التعدي على رجال الأمن وترويع الآمنين، مع ملاحظة أن قيادات حزب الجزيرة العائدين للمملكة كحسن الصفار وتوفيق السيف ونمر باقر النمر هم من يؤجج هذه الأحداث من خلال التصريحات غير المسؤولة، والتي تطالب بإطلاق سراح المثيرين للشغب قبل الانتهاء من التحقيقات، والمطالبة بإلغاء جهاز الهيئة وإثارة الشغب في مناطق أخرى تزامنا مع أحداث المدينة. أمثلة لمظاهر الارتباط بين شيعة المملكة وإيران وغيرها: قيام رؤساء ووزراء من إيران بزيارة كبار الشيعة في منازلهم، ومن ذلك ما شوهد علنا من قيام الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني بزيارة حسينية العمري والالتقاء به في مزرعته، وهو يعد من كبار الشيعة في المدينة المنورة. التنسيق الواضح بين رؤساء بعثات الحج الإيرانية وشيعة الحجاز، ولا سيما في قضية استئجار المساكن. مشاركة شيعة المملكة الشيعة عموما في تجمعاتهم واحتفالاتهم في المدينة ومكة أيام الحج والعمرة. قيام بعض الشيعة بإرسال أبنائهم إلى إيران لدراسة المذهب الاثني عشري في جامعات قم وطهران ليعودوا فيما بعد مرشدين شيعة، وقد كانوا قبل الانفتاح الأخير على إيران يحتالون بالذهاب إلى أحد الدول الأوروبية، ومن هناك تقوم السفارة الإيرانية بتهيئة جواز سفر خاص لهم للسفر إلى إيران. ولا يخفى أن كثيرا منهم قد انخرطوا في منظمات معارضة لبلدانهم، منها منظمات ذات طابع سياسي وبعضها ذات طابع عسكري مسلح، حيث يتلقون التدريبات على أيدي الحرس الثوري هناك، ويجندون لصالح أعداء بلادهم وأوطانهم. ومن الثابت تاريخيا أن ثورة الأحساء كان وراءها شيعة إيران، حيث نجحت ثورة الخميني عام 1979 للميلاد، وبدأ يعلن تصدير ثورته الشيعية، فانتعشت آمال شيعة الأحساء واشتد عزمهم، وأصبحوا أكثر جرأة بالمطالبة بحقوقهم، خاصة بعد عودتهم من زيارة كربلاء والنجف، محملين بمنشورات وأشرطة سمعية تسرد المظالم التي يتعرضون لها وتحثهم على الانتفاض ضد الطغيان. فقامت بينهم منظمة تنتسب لطهران تدعى المنظمة الثورية الإسلامية، تبث روح المقاومة وتروج لسياسة إيران، فحدثت ثورة المنطقة الشرقية عام 1400 للهجرة. عنوان وأحلى الأوطان في نظري. وفي الختام، فإن على دول الخليج وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وضع استراتيجية موحدة لتحقيق قدر من العمل المشترك لمواجهة خطورة هذه الطائفة من خلال التنسيق الأمني والدعوي والرسمي والشعبي.